وحوي يا وحوي وحوي يا وحوي رحت يا شعبان وحوينا الظهر جيت يا رمضان وحوي يا وحوي. يا مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهارده اول جولاتنا من ليالي رمضان. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم جميعا. النهارده جولتنا هتكون من الاحياء الشعبيه وبالتحديد من حي المعصره اللي موجود في حي حلوان جنوب القاهره. دايما انا ببتدي بالاحياء الشعبيه عشان احيائنا دي دايما اللي بتحس فيها بمعاني وجمال وبهجه رمضان. انا كده موجود يعتبر على كورنيش النيل. هنبتدي جولتنا ان شاء الله من حي المعصره ونشوف بقى جمال شوارع المعصره عامله ازاي، من حاراتها لاحيائها لشوارعها الجميله جدا جدا، وزينه رمضان يا جماعه المميزه جدا جدا في حي المعصره. يلا بينا نبتدي جولتنا ونشوف شوارعنا النهارده شكلها عامل ازاي. يلا بقى بسرعه نبتدي جولتنا النهارده في حي المعصره. النهارده يا جماعه الاربع 22 مارس 2023، بكره اول يوم رمضان. وطبعا الحلقه ان شاء الله هتنزل بكره عقبال لما منتجها واظبطها. هتنزل 23 مارس 2023 اللي هو اول يوم رمضان. كل سنه وانتم طيبين. وتعالوا بقى نبتدي جولتنا وندخل بقى حي المعصره. زي ما قلت لكم احنا كده على كورنيش النيل، يميني مصنع 45 الحربي. هبتدي بيكم اول حاجه ندخلها شارع زور شلبي، هنشوفه ونتفرج عليه مع بعض. يلا بينا بقى نبتدي جولتنا. وده شارعنا يا جماعه، ده شارع زهير شلبي اللي موجود في حي المعصره. عايزكم تبصوا لفوق. انا هاخد لكم الشارع ده كده. انا هعمل يعني ايه، هصور مره بالوايت كاميرا وهصور بالكاميرا العاديه عشان تعمل زوم اكتر وتشوف الشارع افضل وتشوف زينه رمضان افضل من الوايد. الوايد دايما بيخلي العدسه مفتوحه وبتجيب زي زاويه 180 درجه. هنحاول نصور مره كده ونصور مره كده، ولو عجبكم التصوير التاني بقولوا لي برده في الكومنتات، ولو كده نبقى نصور بقيه الحلقات بالتصوير القريب شويه عشان تشوفوا ملامح الشارع افضل. كده احنا في شارع زهير شلبي، وزي ما انتم شايفين الشارع من اوله لاخره هي زينه رمضان. حي المعصره كل شوارعه كده. طبعا المعصره شوارعها كتير جدا وضيقه زي ما انتم شايفين، يعني انا لو قابلتنا عربيه احنا مش هنعرف نعدي بعض، فربنا يستر. خلينا بقى ندخل في اجواء رمضان. كل سنه وانتم طيبين. الحلقه دي هتكون اول حلقه في ليالي رمضان ان شاء الله. انا كده بصور قبل رمضان بيوم، النهارده المتمم لشعبان وبكره ان شاء الله اول يوم رمضان. كل سنه وانتم طيبين. نزلت النهارده اصور عشان الحق انزل الحلقه دي لاول يوم رمضان وتشوفوها ونشوفها مع بعض ونتبسط بشوارع رمضان وحواري رمضان والاحياء الشعبيه ازاي بتستقبل رمضان. جمال احيائنا الشعبيه مش في ان هي بتعمل زينه رمضان بس زي ما انتم شايفين، لا، الناس كلها في الشارع. هتلاقي الاطفال بتلعب في الشارع، حتى الرجاله والستات قاعدين في الشارع. كل الناس في الشارع بتتبسط وبيتكلموا مع بعض. عارف في كده في لغه جميله مش موجوده في اي حته. دايما الحواري الشعبيه فيهم لغه بينهم وبين بعض جميله، لغه حب طبعا ووفاء وقرب وكل حاجه جميله بتشوفها في حوارينا الشعبيه. وزي ما قلت لكم في اول حلقه انا همشي في شوارع متقطعه، يعني انا هاخد جزء من زهير شلبي واعتقد ممكن امشي في عزب فرج اللي هو اللي جنبي، وفي شارع 4 وفي شارع 3. المعصره فيها شوارع كتير زي ما قلت لكم. المعصره شوارعها صغيره وكتير وطويله قوي، يعني الشارع طويل جدا. فانا هاخد جزئيه من كل شارع ونشوفها مع بعض. ولو عجبتكم، يعني لو عجبكم حي المعصره انا ممكن اصور لكم اكتر من حلقه فيه، لان هو بصراحه يعني شوارعه ما تشبعش منها. شوارع الزينه في المعصره بجد يا جماعه مختلفه جدا جدا. وان شاء الله برضه مش هصور في المعصره بس، ان شاء الله هحاول اصور في كل احيائنا الشعبيه طوال شهر رمضان الكريم. ولو انتوا عايزين اصور لكم في مكان معين قولوا لي، وان شاء الله برضه هحاول اعمل لكم استفتاء او اقول لكم اماكن معينه وانتوا رشحوا مكان من الاماكن دي، وان شاء الله اروح اصورها لكم ونتفرج عليها ونتبسط ونشوفها كلنا مع بعض. المهم نرجع لجولتنا في حي المعصره. طبعا انت لو عايز تعرف عن حي المعصره انا كنت عامل عنه جولات قبل كده وبنتكلم عن تاريخه وعن كل حاجه فيه وعن كل اسماء شوارعه. فجولات رمضان يا جماعه ما بنتكلمش فيها، احنا بنستمتع باجواء رمضان، بنستمتع بزينه رمضان اللي قدامنا الجميله دي، بنستمتع بالناس اللي ماشيه في الشارع الفرحانه، الاطفال وهي بتلعب في الشارع، الناس وهي بتستقبل الشهر الكريم. مش هتحس بالحاجات دي غير في الاحياء الشعبيه، ومش هتحس برمضان غير في مصر. مش بقولها عشان انا مصري، فعلا اجواء رمضان ما تحسهاش غير في مصر. ده كده احنا في زهير شلبي. تعالوا بقى ناخد شارع تاني لان اعتقد الشارع مقفول عشان في المسجد فارش السجاد بره الشارع. تعالوا نروح شارع تاني.
ورجعت لكم تاني، وحاليا كده احنا في شارع عزب فرج. كده احنا خلصنا زهير شلبي او خدنا الجزئيه بتاعت زهير شلبي. كده انا ماشي في جزئيه كده من شارع العزب فرج، هو موازي لزهير شلبي. كل الشوارع طبعا دي في حي المعصره جنوب القاهره اللي بيقع في حي حلوان، اللي ما يعرفش حي المعصره فين يعني. تعالوا نمشي في زهير شلبي برضه نفس الشيء، هتلاقوا الزينه ماسكه الشارع من اوله لاخره. وعلى فكره يا جماعه معظم احيائنا الشعبيه كده، معظم احيائنا الشعبيه بتلاقي الزينه ماسكه الشارع من اوله لاخره، زائد بقى طبعا صفوف النور اللي بتبقى ماشيه في نص الشارع لحد الاخر، وبتبقى منوره الشوارع. تلاقي كل الشوارع بالليل منوره وجميله، تلاقي الدنيا ونس ومفيش خوف والدنيا جميله جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. هناخد عزب فرج، ممكن نروح فين؟ تعالوا احنا وحظنا يعني هنلف او اقدر اخد الشوارع اللي انا اقدر امشي فيها بالعربيه، لان الشوارع معظمها ضيق، فيا دوبك تاخد عربيه. والله بفكر اشتري عجله ولا حاجه ونمشي نصور بيها، تبقى افضل بكتير والله في الاماكن دي، وبالعكس هتشوفوا اكتر، لان ضوء الكشافات دي لما بيخبط في ازاز العربيه وبينعكس كمان على الكاميرا، فهتلاقي الدنيا مغيمه شويه. المهم نرجع بقى لاحيانا الشعبيه الجميله، واول حلقاتنا زي ما قلت لكم دايما انا بصور المعصره في اول جوله ليا من كل رمضان. يعني رمضان اللي فات كانت اول حلقه ليا في ليالي رمضان هي كانت المعصره، ورمضان اللي قبله كانت اول جوله ليا برضو كانت المعصره. كده احنا خلصنا الجزئيه بتاعت عزب فرج، تعال نروح شارع تاني ونكمل جولتنا. وحاليا كده انا في شارع اسمه شارع 4 موجود في المعصره. الشارع ده امشي بيه على طول هيبقى التقاطع اللي جاي تقاطع شارع السلك. كده انا مغير كادر الكاميرا، كده انا مخلي بالتصوير العادي، كده هتلاقي الدنيا قريبه شويه، هتلاقي الناس كبرت وهتلاقي كل حاجه بقت كبيره شويه في التصوير. فانا عايزكم تقولوا لي الوايت كاميرا افضل ولا كده افضل، عشان نقدر نشوف زينه رمضان ونشوف الشارع بشكل افضل. فانت قولوا لي عشان انا احدد التصوير في الفتره الجايه او الجولات الجايه في رمضان اصورها ازاي. كده انتم شايفين الزينه بشكل اوضح، شايفين الشارع كله من اوله لاخره زينه. على فكره يا جماعه زي ما قلت لكم الشوارع هنا طويله قوي، الشارع طويل ورفيع. ده انا في شارع كده 4، هنعدي التقاطع الجاي شارع السلك، بعد كده هيبقى اسمه شارع اعتقد شارع 3. من بعد 3 بنوصل لشارع الترعه يختم بينا هناك. بعد كده بتكمل على طول، بتكون اعتقد بتروح اللي اسمها ايه العزبه البحريه باين، وبعد كده بيكون محطه مترو المعصره اللي هو سور بتاع المترو نفسه. شايفين بقى يعني انا والله مش عايز ابعد كتير عن الكلام. شايفين انا عايزكم تركزوا معايا في الزينه وجمال الشارع وجمال الحي في رمضان بيكون عامل ازاي. الجمال ده ما بتشوفوش غير في رمضان. احيائنا كلها بتتزين مع ان الناس هنا بسيطه وغلابه وممكن تكون كلنا ماشيين طبعا كلنا غلابه طبعا، بيبقى على قده. فتخيل ان هو يستقطع في ظل الغلاء اللي احنا فيه ده، كل بيت يستقطع جزء من فلوسه عشان يجمعوا ويعملوا البهجه الجميله اللي احنا شايفينها دي. حاجه جميله، حاجه مش موجوده في بلاد كتير، حاجه مش موجوده في بلاد كتير ان هي المنطقه كلها تتوحد وتزين شوارعها بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده. شايفين الزينه اللي فوق دي؟ انا عايزكم تبصوا فوق طول ما انا سايق، هتلاقوا الشارع كله مفيش سنتيمتر ما فيهوش زينه. الشارع بطوله، الشارع طويل جدا جدا، هتلاقي فيه زينه رمضان. كل شوارعنا كده، كل احيائنا الشعبيه معظمها بالجمال ده. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم جميعا، ويا رب كده يكون فرج وازاله هم لكل الناس، ويا رب يعني يتقبل منا صيامنا وكل اعمالنا الصالحه باذن الله. كده التقاطع اللي جاي ده تقاطع شارع السلك، هنعدي الشارع اللي بعده هكمل فيه على طول، هيكون شيء اسمه اعتقد شارع 3، ويا رب ما يخونني الذاكره لان الشوارع هنا كتير وانا بصراحه صعب احفظها. ده كده تقاطع شارع السلك وفي عربيه جايه، ده اللي يخوفني طبعا، مش هنعرف نعدي بعض، ف خلينا كده نشوف هنتصرف ازاي وهرجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني بعد ما قفلنا شارع السلك. ما شاء الله قعدنا يجي ربع ساعه نعدي بعض عشان نعرف نعدي. كده مكملين بيكم في شارع 3. نرجع تاني للتصوير لقريب ونشوف شوارعنا في الاحياء الشعبيه عامله ازاي. كل سنه وانتم طيبين، كل شويه افضل اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. الواحد مبسوط جدا جدا بدخول شهر رمضان. بكره هنصوم، النهارده اول سحور لينا، النهارده اول صلاه تراويح لينا، النهارده يعتبر خلاص اول ليله من ليالي رمضان. كل سنه وانتم طيبين. نكمل بقى في شوارعنا الجميله، شوارعنا الجميله جدا، مش الجميله بس، الزينه دي ممكن احنا بنألفها وشايفينها عادي، غيرنا
ممكن بتبقى بالنسبه له حاجه جميله جدا جدا اللي هي مش موجوده عنده. ممكن في ناس كتير على فكره بتيجي من بره عشان تيجي تتفرج على الجمال اللي موجود عندنا ده مش تباهي، بالعكس ده حاجه فخر وحاجه جميله ان احنا بنحب رمضان للدرجه دي، نحب نحتفل. احنا شعب بيحب يحتفل، احنا شعب بجد ما بيحبش الحزن، احنا شعب بيحب الفرح. زي ما انتم شايفين كده الوان الزينه الجميله، كل الناس بتشترك عشان تطلع الشكل الجميل اللي قدامنا ده. هسيبكم كده شويه مع الشارع وهرجع لكم تاني، وكل سنه وانتم طيبين. مبارك وبقاله زمان، هل هلالك والبدر اهو بان، شهر مبارك وبقاله زمان، شهر مبارك وبقاله زمان، محلى نهارك بالخير مليان وحوي يا وحوي، رحت يا شعبان وحوينا الدار، جيت يا رمضان وحوي يا وحوي، جيت بجمالك سقفوا يا عيال، سقفوا يا عيال، محلى صيامك. ونرجع بقى نكمل في جولتنا في حي المعصرة التابع لحي حلوان. جولتنا في شارع شعبي وفي حي شعبي، احيائنا الشعبية الجميلة. كل شوارع المعصرة يا جماعة زي ما انتم شايفين بالشكل ده. انا كنت في شارع الترعة، تقريبا عديت 10-12 شارع ودخلت شمالي. بصراحة انا مش متذكر اسم الشارع ده، فعذرا. هنكمل في الشارع ده، اعتقد يطلعني، مش اعتقد، هو يطلعني كده على المدرسة باين، او يطلعني الناحية التانية كده على كورنيش النيل. وان شاء الله نختم جولتنا بشارعنا ده نموذج صغير، او الشوارع اللي انا مشيت فيها دي نماذج صغيرة لحي المعصرة. كل شوارع المعصرة بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، بشكل الزينة. انا بتكلم في الشكل الجمالي لاستقبال شهر رمضان. ممكن تكون طبعا منطقة شعبية ومباني عشوائية، بس هنا في الشكل الجميل او الألفة او الحاجات الجميلة اللي احنا دايما بنحبها في رمضان هتلاقيها هنا. المحلات، الاطفال اللي بتلعب، زينة رمضان اللي في كل شبر في اي شارع في حي شعبي. احنا مشينا في الشوارع، شوف احنا مشينا في كام شارع، متهيألي مفيش يعني الزينة في كل حتة، اضواء وزينة وناس، ويعني حاجة جميلة جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين. نكمل بقى في شارعنا، ان شاء الله ده هيكون اخر شارع هنمشي فيه ونختم جولتنا باذن الله. بس تعالوا بس نعدي الاول كده من التوك توك اللي جاي ده، اللي دخل عليا وقفل الدنيا. يا ابني اصبر يا بابا اصبر، هنعدي بعض، استحالة يعني وانا راكب سكوتر. دن دن دن. طيب يا جماعة ثواني، هنعدي الحتة دي. طبعا مش هتعديني ابدا، طبعا انا لو مع عجلة اصلا مش هتعدي. راجل محترم ورجع. التقاطع بقى اللي جاي ده تقاطع شارع السلك. شارع السلك زي ما قلت لكم ده شارع كله سوق، عقبال بس ما نعدي الحتة الزحمة دي. الشارع ده زي ما قلت لكم سوق. عرفت لما تروح السوق تشتري اي حاجة للبيت، خضار، فاكهة، طماطم، لحمة، صابون، اي حاجة تتخيلها هي موجودة في سوق شارع السلك ده اللي بيخدم على منطقة المعصرة. على فكرة الشارع طويل جدا جدا، ويعني كل حي المعصرة بيجي يشتري من السوق، من هنا سوق كبير يعني. تعالوا بقى نكمل. طبعا هنكمل في الشارع برضو اللي في وشنا ده، هنمشي على طول لحد ما نطلع على كورنيش النيل. شايفين بقى اللي بقولكوا عليه؟ بصوا انت دخلت الشارع نفسها بهجة يعني. بص احنا طالعين من تقاطع شارع السلك، والشارع جميل جدا والله. اجمل حاجة تحسها فعلا في رمضان او تحس رمضان فيها هي الاحياء الشعبية. الناس هنا بتتكاتف مع بعض بصورة رهيبة. الشباب المنطقة الجميل هو اللي بيطلع المنظر الحلو اللي انتوا شايفينه ده. الحاجات دي متعبة جدا يا جماعة، والتعليق والحاجات دي كلها رغم انها متعبة بس مبهجة ليهم جدا جدا، ومبهجة لكل اللي واقف بيتفرج ومستنين بقى يحتفلوا بالشهر الكريم. كل سنة وانتم طيبين. انا قلت لكم كميه كل سنه وانتم طيبين في الفيديو ده، بس معلش استحملوني، دخلت رمضان علينا خلاص، بكره رمضان، كل سنه وانتم طيبين. مش هقول بقى بكره رمضان لان الفيديو ده هيتذاع بكره، فخلينا نقول احنا في اول يوم رمضان كل سنه وانتم طيبين. في حاجه عايز اقولها، اي حد يا جماعه منطقته جميله زي كده، او عايزنا اجي اصور في المنطقه عنده وفعلا منطقته جميله ونحس فيها باجواء رمضان، يكلمني وانا بجد هروح اصور هناك. بس يبعت لي العنوان بالتفصيل او المنطقه باسماء الشوارع، وانا هروح ان شاء الله اظبط كده تقرير وحاجه حلوه كده ونروح نصور هناك عنده باذن الله.
كده احنا برضو مكملين في جولتنا. طبعا اللي احنا بنشوفه ده ما تشوفوش في اي حته. يعني ده لو رحت، انا هنتكلم في القاهره حتى، يعني لو رحت التجمع الخامس، مصر الجديده، مدينه نصر، او كل المدن الجديده او المستحدثه، مش هتلاقي فيها الكلام ده خالص. كبيرهم يعلق فرعين نور كده في البلكونه ودمتم، مفيش حاجه تانية. مفيش الجمال والحلاوه وحلاوه رمضان واحساس الجو الرمضاني، مش هتلاقيه غير في المناطق دي. في احيائنا، زي مثلا حي السيده زينب، زي منطقه الدرب الاحمر، زي مصر القديمه، زي احياء كده، زي احياء المعصره وامثالها يعني. هتلاقي فيها الاجواء دي. انزل المعز طبعا، والجماليه. ان شاء الله انا هصور لكم كل الحاجات دي ان شاء الله. المعز هنصورها، والجماليه، والحسين، وخان الخليلي ويعني انا عامل كده يعني، ان شاء الله معد كده شويه حاجات كده هروح اصورها لكم، وباذن الله يا رب تعجبكم. كده خلاص احنا داخلين على نهايه الشارع ونهايه الجوله. اتمنى يا رب الجوله تعجبكم، واتمنى يا رب تكونوا شفتوا استقبال شهر رمضان او استقبال الاحياء الشعبيه لشهر رمضان بشكله عامل ازاي. لاخر مره هقول لكم كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. وخلاص احنا كده داخلين على نهايه الجوله، واتمنى يا رب تكون النهارده ليلتنا من ليله رمضان عجبتكم. وخلاص كالعاده في نهايه كل جوله هقول لكم لو الفيديو عجبك يا ريت تدوس لايك وتقول لي رايك في كومنت. ولو انت مش مشترك في القناه يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. وفي نهايه كل حلقه كالعاده هنقول انتظروني في جولات تانية كتير. وكان معاكم احمد، والسلام عليكم ورحمه الله. جيت بجمالك سقف ويا عيال، سقف ويا عيال. محلى صيامك في صحة وعال، في صحة وعال. محلى صيامك في صحة وعال. نفسي وصالك بالروح والمال، وحاوية وحاوي رحت يا تعبان، وحاوينا الدار جيت يا رمضان، وحاوية وحاوي وحاوية وحاوي وحاوية وحاوي رحت يا تعبان، وحاوينا الدار جيت يا رمضان، وحاوية وحاوي طول ما نشوفك قلبنا فرحان، في الدار خيرك أشكال والوان. طول ما نشوفك قلبنا فرحان،